وغير بعجينه وحده وبلا طابع غادي نحضروا 4 ديال الشكيلات ديال البقيقسات مالحين العاشوره، كيجيو رائعين ومقرمشين ساهلين. الا مازال ما حضرتيهمش نوضي حضريهم معايا دابا، راه ما كياخذش نهائيا الوقت، كيجيو بنان بزاف. كناخذ هنايا القصريه كنوضع فيها الزبده 200 غرام، غادي نزيد كذلك فرماج، وكندير بيضه، ثوم بودره، معلقه كبيره ديال المطارد، الملحه والابزار. المقادير مضبوطه غادي نخليها لكم اسفل الفيديو. من بعد كنخدم كلشي مزيان حتى كيولي لي بوماد، وكنزيد يوغورت طبيعي. من بعد كنخلط كلشي مزيان، وكنزيد كاس قل ربع ديال الزيت مخلط مع زيت الزيتون. من بعد كنبقى نزيد دقيق شويه شويه حتى كتجمع لي العجينه وكترجع لي على هذا الشكل. من بعد غادي نقسمها على 4. بالنسبه للنصف الاول ديال العجينه غادي ندير له الزعتره، الثانيه غادي ندير لها التحميره وشويه ديال الهريسه، الثالثه غادي ندير لها الفرماج وشويه ديال الزعتره، والرابعه غادي ندير لها المعدنوس. من بعد غادي نحاول ندخل هذيك التحميره في العجينه، الفرماج، الزعتره كاملين حتى كنكملهم. تقدروا ديروا فيها وحده الزيتون كحل، ولا المذاق اللي كيعجبكم تحاولوا تدخلوه هنايا في العجينه. من بعد ما كملتهم كاملين اللي فيها التحميره غادي نقطعها على هذا الشكل، وكندهنها بابيض البيض، وكنرش عليها شويه ديال الزنجله مخلط ما بين الزنجله الاسود والابيض. والثالثه الزوجه غادي ندير لها على هذا الشكل كما كتشوفوا معايا، وكندير لها الزريعه ديال حتى هي دهنتها بابيض البيض، وكندير لها الزريعه ديال القرعه. والثالثه غادي ندير لها على هذا الشكل قطعتها بالمقص ساهله. والرابعه غادي نقطعها مربعات كما كتشوفوا معايا على هذا الشكل، كندير لها الفرماج من الفوق وشويه ديال الربيع صافي. كندخلهم حتى كيطيبوا يتحمروا وكنقدموهم، راه كيجيو رائعين ومقرمشين. وبالصحه والراحه، ما تنساوش لايك.